اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات دودي. شايفين ما شاء الله الجمال بقى، شوية محشي كده في الشتاء، اللهم بارك عسل. تعالوا نشوف بقى احنا عملنا ايه. اول حاجة كده بقى هبدأ بيها، انا معايا كرنبايه بتاعتي دي وسط، قطع الراس بتاعتها ومقوراها كويس جدا. حاطه ميه على النار بقى تغلي، وحاطه فيها معلقه كمون كبيره. ويفضل طبعا الكمون يبقى حصى حلو جدا، بيشيل الغازات بتاعه الكرنب والريحه بتاعته. عايزه اقول لكم بجد اللي انا شفت طرق كتير لتقطيع الكرنب وازاي تخلصيه في 5 دقايق، بس عايزه اقول لك بيهدر منه كتير جدا. دي اسهل طريقه، وفي نفس الوقت تحافظي على الكرنبه بتاعتك وتطلعي منها اكتر ورق. عشان احنا لو عملناها بالطرق التانية اللي احنا نقطع في الكرنبة وهي لسه نية وبعدين نسلقها، بتهدري منها ورق كتير وده حرام اصلا. فده اسهل طريقة على فكرة، اذا كنت انتي مبتدئة او مش مبتدئة، دي احلى طريقة. انا عايزة اقولك ان انا حطيتها على وشها الاول، سبتها دقيقتين كده بعد ما قلبتها على وشها، وبعدين رجعتها تاني عشان تستوي من الناحية التانية. وعايزه اقولك بقى ما تسيبهاش كتير على النار عشان هتنهري منك. شايفين اللهم بارك، بشيلها بكل سهولة عشان طبعا مقوراها كويس جدا من القلب. بتشيلي واحدة بواحدة. شايفين اللهم بارك، سهلة جدا، ومش هتهدري ورق كتير في الكرنب بتاعك. مش هيتبك، انا عارفه اللي فيه بنوتات صغيره وفي عرايس جداد لسه متجوزين فما بيعرفوش يسلقوا، فانصحكم بالطريقه دي، اسهل حاجه عشان ما نهدرش في الكرنبه بتاعتنا. وفي الاخر يعني مش هيطلع لك ورق كتير. يعني انت لو جايبه واحده اصغر من دي وقعدتي تقطعي فيها وتظبطي فيها، يعني هيطلع لك كميه قليله جدا منها. ده بالنسبه لوجهه نظري، فكل واحد بيعمل الطريقه اللي هو حاببها، بس انا ايه بحب اوضح لكم بس اللي ده احسن، دي الطريقه الاحسن. الورق بيتشال معايا بكل سهولة، اللهم بارك، عشان انا مقوراها كويس جدا من جوه وما انهرتش مني ولا اي حاجة خالص. هكمل بقى وارجع لكم. وكده بقى بعد ما سلقت الكمية بتاعتي، عايزة اقولك ان انا اصلا غسلتها بعد ما طلعتها، يعني غسلت الورق كويس جدا. شايفين بقى انا بقطعها ازاي؟ انا بمسك كده الورقية وبقطع اللي هو العرق بتاع الكرنب، وبعدين الفها واقطع الورق. انا بالنسبة لي الطريقة دي سهلة بالنسبة لي بصراحة. شايفين؟ انت بقى بتقطعي الورقة على حسب ما انت عايزة، يعني عايزة الورقة بتاعتك تبقى كبيرة صغيرة، بتظبطيها انت بقى. شايفين اللهم بارك، في ثانية وخلصت الكمية كلها وما خدتش معايا وقت خالص. انا هعمل معاكم اكتر من واحدة عشان لو في بنوتات صغيرة لسه ما بتعرفش، فانا حبيت ايه اوريكم الطريقة بتاعتي يعني وكده. شايفين بكل سهولة خالص بنقطع العرق بتاع الكرنب، وبعدين ايه نقطع بقى الورق يعني لجزئين لتلاتة على حسب طول الورقة اللي معاكي. كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، ودلوقتي بقى طبعا الفراخ بتاعتي غسلاها كويس جدا. هنزل عليها بملح وفلفل اسمر حبهان كبابا صيني، وانا بحب افتح الحبهان، واتنين ورق لوري، ومعايا بصلاية كده وسط هقطعها شرايح، وهنزل بيها كده على الفراخ. وهنزل برضو بطماطم متقطعة، حطيت 2 عشان حبة الطماطم كانت صغيرة، فحطيت يعني طماطمتين كده قطعتهم صغير، وممكن تبشريها برضو زي ما انتي عايزة. قلبتهم بقى مع بعض كويس جدا، وايه بتهدي عليها النار شمعة بقى. كده خلاص بقى هعمل التسبيكة بتاعة المحشي. انا معايا 3 حبات بصل كبار. على فكرة المحشي بيحب البصل عشان بيخليه طعم كده وجميل. فانا حطيت 3 حبات بصل وهفرمهم بقى في الكبة بتاعتي. هفرمهم بقى فرم ناعم. طبعا انتي ممكن ما تفرمش في الكب عادي وتقطعيهم بايديكي عادي، تقطعي بصل صغير، اهم حاجه يبقى صغير بس عشان ما يبقاش باين في الرز بتاع المحشي. وكده انا غاسله طماطم بقى وبقطعها كده عشان احطها في الخلاط اضربها. بس الزم ايه ساعه الخلاط بتاعنا يعني ما نحطهاش سليمه عشان الخلاط ما يبص مننا.
انا حاطه زيت في الحله بتاعتي بقى، وهنزل بالبصل. انا بحط البصل والطماطم الاتنين على طول مع بعض يعني، ما بحمرش البصل، بحطهم ني في ني كده، بيخلي المحشي بتاعك تحفه وما يتعبكيش. يعني اول ما حطيت البصل نزلت بالطماطم وهقلبهم واسيبهم يتسبكوا مع بعض. انا بحب الطريقه دي، ما بحبش احمر البصل المحشي نهائي. بيبقى تقيل على المعده جدا، فانا برجح الطريقه دي. وكده بقى اللهم بارك، التسبيكه بتاعتنا خلاص، بتاعت المحشي اتسبكت كويس جدا. هنزل بقى بالرز بتاعي، هاديله بس تقليبه واحده على النار مع التسبيكه واقفل عليه، ومش هكمل دقيقه كمان. هقلبهم بس مع التسبيكه كويس جدا. كده بقى اقطع الخضره بتاعتي، انا غسلاها كويس جدا ونقعها بميه بخل، وبعدين صفيت الخضره وبقطعها بقى. انا معايا كزبره وشبت، دي اللي انا بستعملهم للمحشي، كزبره وشبت بس. لو انت حابه تحطي بقدونس مفيش مشكله. كده قطعتهم، نزلت بقى بالتوابل بتاعتي كده على خلطه المحشي: ملح، فلفل اسمر، معلقه من السبع بهارات، وحطيت معلقه توم كبيره. الثوم اللي بيظبط المحشي في الشتاء وبالذات في الكرنب بيديله طعم حلو جدا. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وبعدين انزل بالخضار. هنزل بقى بالخضار كده شويه بشويه واقلبهم كويس جدا، ونقعد نحشي بقى. وكده بقى كنت خلاص قلبت الخضره مع المحشي كويس جدا، وقاعده بحشي بقى انا وبنوتي كده الصغيره. شايفين؟ اللهم بارك. كده خلاص انا خلصت المحشي بتاعي، وكانت الفراخ استوت. هشيلها بقى. عايزه اقولك بقى الصوص اللي بينزل من الفراخ ده اللي بيبقى الشوربه، بس بتبقى تقيله جدا. بتزوديها ميه بقى وتسيبيها تغلي. عايزه اقولك والله الطريقه دي في الفراخ حلوه جدا، يعني اكنها مشويه. انتي ممكن تاكليها كده كمان ما تحمريهاش، تبقى طعمها حلو جدا. كده انا بشيل بس الفراخ بتاعتي عشان ازودها ميه، عشان طبعا اسوي المحشي بتاعي بقى. كده خلاص شلت الفراخ بتاعتي، هزودها ميه، ولو عايزه ملح ازودها واسيبها تغلي بقى كويس جدا مع بعض، وبعدين اسوي المحشي بتاعي. شايفين؟ اللهم بارك. بعد ما غليت عملت معانا احلى شوربه. هجيب بس مصفى كده وانا بزود الشوربه على المحشي، عشان لو فيها طماطم فيها حبان ولا حاجه ما ينزلش على المحشي بتاعي. اهم حاجه المحشي بتاعك ما تزودهوش للاخر، يعني خليه لحد السطر اللي هو قبل الاخير عشان يبقى معاكي حلو ومفلفل. كده انا خلاص سقيته، هغطي بقى عليه. بس هحط كده ورقة من الكرنب اللي انا كنت سلقاها، ورقة خضرة كده، هقفل بيها المحشي كده عشان يستوي كويس جدا مع بعض. وممكن تحطي طبق، ممكن ما تحطيش حاجة خالص عادي يعني. هحط الغطا بقى، واول ما المحشي بتاعي يغلي ههدي عليه بقى النار واسيبه يستوي مع نفسه. شايفين؟ اللهم بارك. هنا كان الجو بيمطر عندنا، فانا حبيت اصور لكم اللقطه. عايزه اقول لكم بقى محشي مع المطر دي حاجه تانية خالص. كده بقى هعمل شويه لسان عصفور. حطيت كده معلقتين زيت، ما تحطيش سمنه، حطي زيت في لسان العصفور عشان الشوربه كده كده بتبقى دسمه، فما يبقاش معاكي دسم قوي. معلقتين زيت كده، مش كبر قوي كمان. وتحمري كده اللسان العصفور. عايزه اقول لك بعمل له تكه بيخليه حلو جدا. كده بعد ما حمرته هحط عليه بقى فص ثوم، ممكن تهرسيه وممكن تقطعيه. انا هقطعه شرايح، وممكن تهرسيه عادي جدا. هقطعه بس شرايح رفيعه كده، واديله تقليبه بقى مع لسان العصفور، بيديله طعم وريحه تجنن. اللهم بارك. وبعد ما اقلبه تقليبه واحده بس اشم ريحته كده، وبعدين انزل بمعلقه طماطم. انا بشره طماطم، هنزل بمعلقه واحده بس. عايزه اقولك الطماطم مع الثوم في لسان العصفور بتديله طعم حكايه بجد. وهنزل بقى بمكعب مرقه. انا اديتهم تقليبه كويس مع بعض. هنزل بمكعب مرقه الدجاج بتاعه الخضار، حلوه جدا.
هديهم تقليبه كده وانزل بالميه بتاعتي بقى. انا كنت حاطه ميه تغلي، انا بحب ازوده ميه مش شوربه. وبعد ما بيستوي لما باجي اقدمه بقى بحط من اللسان العصفور في الطبق بتاعه، واحط الشوربه فوق. امال مش بحب احط الشوربه تستوي بيه وكده، هو عموما اصلا هيمتص الشوربه كلها. فانتي احسن تسويه كده، ولما تعوزي تقدمي تضيفي عليه الشوربه بعدين. عايزه اقولك اللهم بارك طلع حلو جدا. انا بس زودت له الملح بتاعه، بس ما حطيتش كتير عشان طبعا لسه هنزود شوربه في التقديم فما يبقاش حادق معانا. وهنا بقى اللهم بارك وصلنا للمرحله الاخيره خلاص. المحشي بتاعنا استوى بقى، بصي مش عايزه اقولك الريحه بتاعته كانت قلب البيت كله. شايفين ما شاء الله مستوي كويس جدا. عايزه اقولك بقى طعم وريحه جنين، اللهم بارك روعه. هشيل بس الورقه بقى اللي انا كنت حاطاها على المحشي دي واقدمه بقى، وتفضلوا معانا. كده خلاص اللهم بارك، الفراخ بتاعتي اتحمرت ولسان العصفور بقى جاهز، والمحشي كمان خلاص. هقدمه بقى. بسم الله، شايفين ما شاء الله الجمال. عايزه اقولك بجد والله طعم وريحه روعه، والصوابع بتاعت المحشي ماسكه نفسها وكويسه جدا. يلا بقى، لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تعملي لايك حلو كده، وتكتبي لي تعليق، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا دمتم سالمين حبايب قلبي.